الرأي ربي جي الحمد لله ثم مملكة من رحاب بيت الله تبارك وتعالى سنبرن وجرني، ولكن الله تبارك وتعالى يقول دائما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، خص المؤمنين بالنفع والفوائد والأكس جنوف وان قرصوني في ولدها سعون كيما إسين قبدو ميزان إسين قبدو لا يعقلها إلا العالمون. نمني برا ميزان كنو في أبوني ملا، لكن نمني دمك أما سي أفاني قب يو وني دم دبتمي تبا برام برباد وما دم سارقتوتي واي دم دبتمي روان تيف زيارة عابرة جاءوا ليتفقدوا إخوانه في الحبشة، ولعل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما يقولون. وليتفضل فضيلة الشيخ أبو عبد الله الشيخ علي رئيس ومدير قناة المجد للقرآن الكريم بمستوى العالم. الحمد لله الذي من علينا به ونتشرف به في هذا اليوم، فليتفضل مشكورا. لا علماءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نحب التصوير. وقت النبي الصحابة ما في تصوير. نريد خلود. ومركتني بتجرى جلاسة. أيها الأحباب، يا من نحبكم فيه. أم أيمن عمرت حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب خير من بقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر ليزوروا أم أيمن لأنهم يعرفون قدرها، والله نحن أتيناكم نعرف قدركم. ولما قدموا عليها قالوا بكت أم أيمن، فقالوا ما يبكيك يا أم أيمن، هم يظنون أنها بكت لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات، فقالت والله ما أبكي لموته عليه الصلاة والسلام ولكني أبكي على انقطاع الوحي من السماء. فبكى أبو بكر وعمر. كيف كان عظيم الإيمان في قلب هذه المرأة. أم أيمن احتضنت النبي، ائتمن الله عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي ائتمنكم يا أهل الحبشة على خيرة أصحابه لما ضاقت بهم الأرض بما رحبت، فأرسل خيرة أصحابه ومنهم بنته عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة. وأشهد بالله أنهم ما رأوا عندكم إلا خيرا، فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وأتمنكم النبي عليه الصلاة والسلام على أن تبثوا نداء الحق على لسان بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وارضاه، فأنتم الداعون إلى الله والداعون إلى الإسلام. وأقول أكملوا مسيرة هؤلاء العظماء من قولكم، هذه وصيتي لكم. أنا والله لا أعدكم، أنا الذي تعبت لما أتيت إليكم، وأنا الذي فرحت بكم، وأنا الذي أتشرف بكم. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار رحمته ومستقر كرامته مع محمد عليه الصلاة والسلام، ومع أم أيمن، ومع بلال، ومع النجاشي، ومع خيرة أهل الحبشة وأحسبكم منهم، والله حسيبكم ولا أزكي على الله أحدا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أتينا ببلاد الحرمين مكة المكرمة لكي نسلم عليكم ونقول لكم أننا نحبكم بالله جل وعلا، وأسأل الله عز وجل أن يجمع شمل المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوحد كلمة الإسلام والمسلمين، وأن يقوي شوكة الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر فضيلة الشيخ علي إبا حيث أتى إلينا بضيوف كرام جزاه الله خيرا، ثم أشكر ضيوفنا الكرام من مكة المكرمة جاءونا إلى جمة لأول مرة، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. والآن مجيئهم عجيب جدا في وقت مناسب، حيث إنهم أدركوا دعاة جمة وعلماءها. منطقة جمة هي محافظة جمة تتكون من 22 مديرية، كلها من المديريات هذه خمسة نفر، كلهم علماء أجلاء مختفون، كانوا ما يعرفهم أحد ولا يعرفون، لكن جمعناهم، فأنتم الآن استقبلتم بأكملها. هؤلاء علماء كبار أئمة، وعندهم من الطلاب في هناك من عنده 1000 وعنده 2003 يدرسون الحلقات العلمية. والآن لكن هذه الأيام نحن أجبرناهم أن يتركوا ويأتوا إلى هذا الاجتماع. الاجتماع هذا أعد لهم خاصة العلماء وليس فيهم غير العلماء ما شاء الله. كذلك جاءنا من إثيوبيا مفتي إثيوبيا ورئيسها وأمين العام، هؤلاء عندنا يومين جلسوا الآن خاصة من صلاة الفجر إلى هذا الوقت نحن في الدراسة معهم، والأمس كذلك. الحمد لله أنتم موفقون حيث التقيتم بهذه الجماعة ما شاء الله. ربنا يتقبل منكم ويكتب لكم في ميزان حسناتكم. إذا حبشة خاصة جمة بلد معروفة، هي آخر خلافة إسلامية سقطت في أيدي أمهار من الخلافات 6 أو 7، لكن آخر خلافة سقط في هذه البلاد خلافة الجمة برئاسة فضيلة محمد داود الذي يسمى أبا جفار. فإذا جمة لها تاريخ مجيد. جمة هي كان علماء إثيوبيا شرق وغرب والشمال وجنوب، كل علماء هنا يجتمعون في جمة. وأبا جفار لما كان موجودا، علماء الموجودين في الشرق والغرب ما في أحد لم يصل إليه عطاء هدية أبا جفار. حتى الآن جمة الحمد لله بلاد هادئ، جمة بلاد آمنة في أي وقت، وبلاد يكثر سكانها حوالي 95% من سكان المدينة مسلم. أنتم جئتم بالسيارة ولا بالطائرة؟ جئنا بالسيارة. جئتم بالسيارة 9 ساعات ما شاء الله. بعد أن تجاوزتم النهر الكبير لقيت ترى في الطريق مسجد شبر. هذه خاصية الجمة، لأن هذا يعلن بنفسه أن هذا البلد بلد إسلامي. الآن مثلا لو مشيت هناك إلى منطقة أخرى بعد جمة ما تجد مثل ما تجد في جمة، لأن هذا يشعر منظره على أن هذا البلد بلد إسلامي. الحمد لله لنا تاريخ. بلد أبا جفار هو بنى في زمنه رباطا في مكة المكرمة، والآن بعد أن جاء قصر الملك إليه نقل هذا الرباط إلى جروان. ما في أحد في زمنه ولا في بعضه بنى رباط في مكة، لذلك هو عمل هنا وهناك. إن الرائي ليس كمن سمع. أنتم ترون جمة التقيتم بعلمائها ودعاتها، فإن شاء الله ربنا يتقبل عنكم ويجزيكم الخير ما شاء الله. الآن عندنا علماء دكاترة موجودون. الآن جاءنا المجلس الأوروبية